في المجموعات ايه اللي فيها اس وفيها بي. بص، لازم تعرف يا صديقي ان رقم الدورة هو عدد مستويات الطاقة، ورقم المجموعة هو عدد الكترونات مستوى الطاقة الاخير. يعني من الاخر الراجل هيديك العدد الذري، تعالى يا عدد يا ذري، هوزع منك توزيع ايه؟ الكترون. طيب وزعت توزيع الكترون، ابص على عدد المستويات، يبقى ده رقم الدورة. يبقى لو 3 مستويات الدورة الثالثة، بعد ما اوزع مستويين من الدورة الثانية، ماشي، 4 مستويات الدورة الرابعة، مستوى واحد الدورة الأولى، وهكذا يعني. طيب ابص بقى على الكترونات مستوى الطاقه الاخير اللي كنا عليها الكترونات التكافؤ دي، ابص عليها عددها هو رقم المجموعه. لو عددها 1 يبقى المجموعه 1 ايه، عددها 2 2 ايه. يعني من الاخر انا هديك العدد الذري كوضع سؤال، انا همسك العدد الذري اطلع منه الالكترونات اوزع. خلاص، من الاخر كده يا صديقي لما نوزع شوف كم مستوى، رقمه هو رقم الدورة. شوف المستويات اخرها كم الكترون، رقم المجموعة. تعال نطبق. الكلور سي ال 17 يتوزع ازاي؟ الكلور 17 ادي النواة، ادي اول مستوى كي هياخد 2، تاني مستوى ال هياخد 8، تالت مستوى ام هياخد 2 8 7. صح؟ ماشي يا مستر. كده يا مستر وزعت في كام مستوى؟ اه يا مستر والله 3 مستويات. طالما 3 مستويات اذا الدورة الثالثة. خلاص بص كده فوق، رقم الدورة هو عدد مستويات الموجودة في ذرة العنصر، ادي رقم الدورة. طب اخرك كام؟ 7. يبقى 7 ده اخر مستوى او الكترونات اخر مستوى، صح؟ يبقى المجموعة 7 ايه. يبقى كده عرفت ان العنصر الكلور ده في الدورة الثالثة المجموعة 7 ايه.